لما بيجي لنا مريض يسألنا عن بالونة المعدة، بنشرح له الثلاث أنواع بتوع بالونة المعدة وإيه الفرق بينهم وإيه مميزات كل واحد فيهم. أول نوع عندنا هو البالونة المائية. البالونة المائية دي بتتملي محلول ملح معاه سائل تاني لونه أزرق عشان نطمن لو البالونة حصل فيها حاجة. دي بتقعد قد إيه؟ بتقعد من 6 شهور لسنة على حسب نوع البالونة. بتنزل قد إيه؟ بتنزل من 30 ل 40 كيلو. مشاكلها في إيه؟ مشاكلها إن هي بتعمل قيء، ممكن تعمل حرقان في المعدة، وده بيحصل في أول أسبوع بعد تركيبها، وبعد كده الجسم بيتعود عليها. النوع التاني ايه؟ النوع التاني البالونه الهوائيه. دي بدل ما نملاها سائل بنملاها هواء، فبيبقى الاعراض الجانبيه بتاعتها تبقى اقل من البالونه المائيه. دي بتقعد قد ايه؟ بتقعد برضو من 4 شهور ل 6 شهور. بتنزل قد ايه؟ بتنزل من 30 ل 35 كيلو في الست شهور. طب النوع الثالث والاخير البالونه الادجستبل. يعني ايه ادجستبل؟ يعني بالونه بقدر ازود الحجم بتاعها او اقلله طبقا للي انا عايزه وطبقا لقدره تحمل المريض ليها. يعني لو جالي مريض بيشتكي من حرقان طول الوقت مش قادر يستحمل بالونه، بقدر ادخل بالمنظار واقدر اقلل حجم البالونه. جالي مريض بيقدر يستحمل وعايز وزنه ينزل اسرع، بقدر ادخل تاني بالمنظار واقدر انفخها وازود حجمها، فبالتالي بخلي الكفاءه بتاعتها اعلى. دي بتقعد سنه، ممكن تنزل من 40 ل 50 كيلو في السنه دي. قول لنا ايه نوع البالونه اللي انت عايز تعرف معلومات عنها اكتر وهنبعت لك التفاصيل.